لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للأسف والله أنا يؤسفني اللي أنا أقول لك اللي إحنا ما عندناش أي نجاحات في الكرة المصرية خالص. بقالنا أكتر من 5 سنين أو داخلين في 10 سنين ما عندناش أي نجاحات في كرة القدم نهائي نهائي، إلا في حاجة واحدة بس. حاجة واحدة بس هي اللي ناجحة، أقول لك عليها أنا في آخر الفيديو. هي حاجة واحدة بس اللي ناجحة في مصر. يعني إحنا للأسف ما عندناش منتخب ناشئين، ولا منتخب أولمبي، ولا منتخب أول، ولا تحت 20 سنة، ولا منتخب محليين. احنا ما عندناش كورة في مصر خالص يا جماعة نهائي، والله العظيم كمان مرة. اللاعب المصري عندنا يفتقد أساسيات الكرة، ما يعرفش يعني ايه باص، ما يعرفش يعني ايه تمركز، ما يعرفش يعني ايه خطة تكتيكية، ما يعرفش ينفذ فكر المدرب. ده أصلا لو عندنا مدربين عندهم فكر، احنا ما عندناش مدربين عندهم فكر. وفي الاخر تقعد في الاستوديو كده تتفرج على الناس اللي بتحلل ديت، اللي هم دلوقتي ماسكين يعتبر ماسكين في المنتخبات، وماسكين في الانديه والكلام ده كله. تحس ان انت قاعد قدام جوارديولا. تيجي تبص عليه بقى وهو بيدرب، حاجه زي الزفت. الواحد بيتفرج على المغرب بيستعجب، الناس دي وصلت لكده ازاي؟ واخدين كاس عالم، واخدين مركز في كاس العالم للشباب. احنا ما عندناش خالص الكلام ده. هات لي منتخب واحد لبلدنا فلح في الكوره على مر ال10 سنين اللي فاتوا. هات لي نجاح واحد، هات لي نجاح واحد لمنتخب واحد في جميع الاعمار السنيه في خلال اخر 10 سنين. مفيش. ليه؟ لان احنا للاسف بنكابر طول ما القايمين على الكرة في مصر فشلة. فانت عمرك ما هتاخد حاجة خالص، الا الحاجة الوحيدة بس، المؤسسة الوحيدة اللي ناجحة في مصر هي النادي الاهلي. مش عشان انا اهلاوي، والله العظيم ما عشان انا اهلاوي، بس تعالى كده بص للنادي الاهلي اخر 5 سنين او اخر 10 سنين، النجاحات اللي بيقدمها الاهلي بره مصر خالص. في البطولات اللي بيخشها كل سنة بيشرفك في المحافل الدولية، وبيتحارب، مش سايبينه في حاله. يعني حتى الناجح في الكوره في مصر بنحاربه. ليه؟ لان في الاهلي بيدوا كل واحد التخصص بتاعه. حتى لما بيجي يقول لك مدرب مصري بيجيبه مؤقتا، لا احنا عايزين مدرب اجنبي، يقوم جايب لك مدرب اجنبي. كل واحد بيدوله التخصص بتاعه. الا العك والمجاملات اللي احنا بنشوفها والقرف اللي في الكوره احنا قرفنا. والله العظيم الواحد نفسي اشوف منتخب مصر. ده احنا لسه كمان الفضيحه اللي احنا هتحصل لنا في كاس الامم دي، والله العظيم بالعقليه بتاعت المدرب اللي ماسك المنتخب. ما هو عقلياته باينه من التصريحات بتاعته. فالله المستعان. الواحد قرفان والله العظيم كمان مره، قرفان من الكره المصريه. لنا الله. سلام.